يكتب الطل رحيقا من صباح الشباب، صباح الرياضة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي المتواضعة، انا دعاء عسقلاني. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. مش هقول لكم النهاردة صباح الشباب، صباح الرياضة، صباح التكتكة، صباح البرد، صباح مش عارفة اقول لكم ايه، الاطراف المتجمدة. تعالوا نشوف ممكن نعمل ايه النهاردة. حد يلحقني يا ناس، زهرة شبابي بتضيع في الغسيل. يا اما بطبق في غسيل، يا اما بحط في غسيل على المنشر، يا اما بغسل غسيل في الغسالة. حرام كده. فوضت امري لله، خلاص هطبق الغسيل واخرج بقى اقول لكم على الوصفة الجميلة دي. طبعا اللي عارفني عارف ان انا ما شاء الله شعري مش بيتساقط، لا لا لا، شعري سايبني اساسا ورايح في حتة تانية. وانا بقلب على النت كده لقيت حتة بنت زي القمر، ما شاء الله، الله اكبر عليها، شوية شعر الله اكبر، 5 في عينيا يا رب. وبتتكلم عن الوصفات بتاعتها، ومن ضمن الوصفات اللي هي بتنفذها على نفسها قالت انها بتعمل شامبو مخصوص ليها بالثوم وبالقرنفل. طبعا وفوائد الثوم والقرنفل للشعر ملهاش عد ولا حصر. جابت كام فص ثوم وعليهم كام حباية قرنفل، وبعدين حطت عليهم الشامبو اللي هي بتستخدمه. رحت انا عملت زيها، واديني عملت ايه، شوية شامبو. اي نعم الريحة هتبقى ما شاء الله ولا ريحة الفسيخ، بس هي الله يكرمها قالت لنا على طريقة كمان تاني علشان نلغي الريحة دي. قالت هاتوا علبة كمان وحطوا فيها معلقة قهوة كبيرة وحطوا عليها كمية شامبو ورجوها كده مع بعض، وسيبوا الحاجات اللي انتوا عملتوها دي حوالي اسبوع كده تتعتق علشان كلنا نطفش من الريحة ونسيب المكان كله. هجربها يا بنات واشوف، والله بطلت تساقط ابقى اعملوها وهقول لكم على النتيجة. ما بطلش التساقط يبقى هروح امسك في زمارة رقبتها. اول ما خلصت فقرة العناية بنفسي رحت دخلت بقى على المطبخ علشان نشوف ورانا ايه، ودايما بحب افضي لنفسي مساحة، واول حاجة بعملها لازم اعبي الغسالة واسيبها تشتغل مع نفسها. بعد كده دخلت على الغدا بتاع اليوم. النهاردة هنعمل محشي كرنب. محشي كرنب يبقى ايه، قلت ده انسب وقت ليه. انسب وقت ليه الشقه نظيفه وكل حاجه ورايا مخلصاها، يبقى ندخل على محشي الكرنب. زي ما انتوا شفتوا الخلطه انا بعملها تقريبا ني في ني، لان دي بصراحه احسن خلطه واحسن طريقه، ما بتخليش الاكل يبقى تقيل وتحسي بتخمه بعد ما تخلصي الاكل، لا خالص. الحاجه بتبقى كده خفيفه ولذيذه. وبعدين سلقت الفرخه بتاعتي، طبعا حطيت كل الحاجات الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. ودي العلبه اللي انا قلت لكم عليها طلعت سحر يا جماعه. انا قلت لكم هجرب واشوف. العلبه دي اللي بحط فيها بواقي الخضار وبحط عليها ميه وبسيبها في التلاجة، وباخد منها وبزود عليهم وبسقي الزرع. اليوم ده طبعا كان فيه بقى خضار بقى وحاجات وحركات، طبعا ما اقولكمش كان يعني كنز كنز اليوم ده. بنات كتيره متجوزه جديد بتبعت وبتسالني دايما ازاي انظم الطريقه اللي انا رايحه اطبخ بيها علشان انجز، علشان ما اقفش كتير في المطبخ. في حاجات هنعملها مع بعض هوريها لك، دي بتنجز معاكي في المطبخ. ومثلا يوم زي النهارده هنعمل اكتر من صف واكتر من حاجه. طب ازاي ارتب نفسي؟ زي ما انتوا شفتوا اول حاجه حطيتها الحاجة اللي هتاخد وقت على النار، بمعنى ان انا حطيت الفرخة تتسلق، بعد كده نضفت الخضار ده وهغسله وهسيبه يتصفى لان انا مش محتاجاه دلوقتي، هياخد وقت على بال ما يتصفى. بعد كده ندخل على الكرومبة بتاعتنا دلوقتي. وعملت كمان الصلصة معاكم او اللي هي ايوه الصلصة بتاعت المحشي دي برضو قاعدة بتتسبك، لا انا هتدخل في الصلصة ولا انا هتدخل في سلق اللحمة او سلق الفراخ. الحاجات دي هتشتغل مع نفسها على البوتاجاز. بعد كده ببدأ سلق الكرنب على جنب، وطبعا ببقى واخده بالي معاه خلاص انا حطيت كل حاجة على جنب، وببدأ اركز مع الكرنب. دقيقتين 3 على الناحية دي ودقيقتين 3 على الناحية دي، فانا واقفة جنبه ما بعملش حاجة طبعا، علشان انا عارفة البنات الصغيرة التليفون ومش التليفون، لا خلاص طالما دخلتي المطبخ نصيحة ليكي اركني التليفون على جنب.
انا كده كنت خلاص خلصت تقطيع الكرنب. شايفين شكله عامل ازاي؟ والطريقه دي طبعا انا عامله لها فيديو لوحدها مخصوص من غير اي حاجه تانية معاه. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت، او هيظهر لكم في الاي اللي فوق. بعد كده بحط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا، وبحط كاري، وبحط توم باودر وبصل باودر وحبة نعناع صغننين كده بفرمهم على ايدي. وبعد كده بقلب الجمال ده كله. عايزين تحطوا شطة براحتكم، دي حاجة اختيارية. مش عايزين يعني دي حاجة طبعا ترجع لكل واحد فيكم. هتيجي على اخر الوقت هتلاقي نفسك عملتي الصلصة، سويتي الفراخ او اللحمة بتاعتك، وكمان هيبقى عندك الكرنب خلاص يعني سلقتيه وظبطتيه وقطعتيه، وكمان بقى جاهز عندك، والخلطة بتاعتك كلها كمان جهزت معاكي. كده مش هيبقى معاكي غير ان انت تلف الكرنب، تاخدي كده الحاجات دي كلها وتروحي تقعدي لك في مكان مرتاح، يا تقعدي تفرشي بقى في الارض، يا اما لو كان عندك سفرة تقعدي عليها. علشان ناس كتيرة جدا بتفتكر ان انا طول الوقت ببقى شغالة وانا واقفة. لا يا جماعة، الموضوع مرهق كده هيبقى ومتعب، وظهرك هيبقى هو الضحية. بعد ما بصور حاجة بسيطة باخد العدة بتاعتي وبروح بقعد على السفرة وبكمل باقي الشغل، علشان نبقى كده منصفين، وكمان ما يبقاش فيه يعني تزويق في الكلام. شفتوا بقى؟ شفتوا الحركة دي؟ بصوا كده الحركة دي ولا الشيف براك بنفسه. وسع بقى وسع بقى، كان نفسي اعملها الحركة دي جدا، والمرة اللي فاتت اتحرقت مني، بس المرة دي ظبطتها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بننزلها ان شاء الله. اتفضلوا معانا.